السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض طاجن اللحم بالبسلة. داخلين بقى على عيد، كل سنة وانتم طيبين. والاكلات والوصفات الكتير اللي هنعملها باللحمة يعني عايزين افكار كتير كده. فانا عارفة طبعا كلكم بتعرفوا تعملوا بسلة وكل حاجة، بس انا حبيت يعني اعملها معاكم. فيا رب الفيديو النهارده يكون سهل كده وبسيط وتحبوه. بس هنعمل كده، هنقدم جنبيها رز بشعرية وطاجن البسلة باللحمة. بس كده. يلا بقى نشوف عملنا ايه مع بعض. انا معايا هنا كده نص كيلو من اللحمة الموزة، زي ما انتوا شايفين كده متقطعة مظبوط. يعني انا مش هقطع فيها اي حاجة، هي كده جاية متقطعة وحلوة جدا، جميلة بصراحة. وحطيت لي كده قطعة الدهنة دي فيها، برضو هسويها مع اللحمة عشان تخلي الشوربة بتاعتنا كده دسمة وحلوة. معانا هنا كده معلقة من السمنة على في الحلة بتاعتنا على البوتاجاز، مولعة النار. وبعد كده هبدأ ان انا انزل بقطع اللحمة كده زي ما انتوا شايفين عشان تاخد صدمة كده من الجنبين. بصوا بقى، اللحمة انا كنت غسلتها كده تحت الحنفية بس مش اكتر، لان هي كانت في الفريزر. بس مش بننقعها في اي حاجة ولا اي حاجة، هي مجرد ما بتتحط على النار وتسخن كده البكتيريا كلها اللي فيها بتموت، يعني ما بيبقاش فيها اي حاجة ولا بتضر ولا اي حاجة. تمام. بس بقى هنا كده زي ما انتوا شايفين اللحمة هنا كانت بدأت لونها يتغير من الناحيتين اهو. بدأت بقى احط الملح لا سوري، الفلفل ورشة كمون. مش بنحط الملح دلوقتي خالص. وحطيت كده قرنفل وحبهان وشوية من الكزبرة الناشفة كده. بس يبقى هو الفلفل الاسود والقرنفل والحبهان والكمون وكزبرة الناشفة بس كده. وهقلب بقى المكونات دي، وهحط بقى كده بصلاية كده مقطعاها وطماطمايه وجزر. يعني ممكن تحطي يعني اللي عندك فلفل حطي، حابه تحطي فلفل حطي، ورق لورا كمان. تحطي كل الحاجات دي فيها كده وانتي بتشوحيها. بعد كده هنا لما خلاص يعني بقت لون ذهبي كده من الناحيتين، خدت الصدمه بتاعتها كده وبدات ان هي تدخل في اللون الذهبي. ما نسيبش اللحمه لحد ما تغمق معانا علشان الشوربه بتاعتنا تبقى حلوه كده وما تبقاش سوده. فنزلت هنا كده عليها بكاتل الميه السخنه، وبصراحه هعبيه تاني يعني واحطه، لان انا طبعا هعبي عايزه شوربه علشان البسله، وهعمل كمان رز بشعريه بالشوربه، نسقيه بالشوربه بتاعه اللحمه الحلوه دي. فهحتاج ان انا ازود الميه بتاعه الشوربه تاني، بس تحطيها كده سخنه عليها كده. بصي مش هتطلع ريم معاكي ولا اي حاجه. هنا كده فص توم مفروم حطيته برضو فيها كده. وادي اهو كتل تاني من الميه السخنه، وهنسيبها بقى تغلي. وممكن لو قلت كمان تزوديها حبة مية، لو انت حابة بقى ان انت تعملي شوربة كتير تزوديها تاني. بصوا بقى انا هسيبها كده على النار لحد ما تقلب كويس جدا، وبعد كده هنوطي عليها بقى. ومش هنحط الملح دلوقتي خالص. بصوا مفيش ريم ولا اي حاجه طالعه معايا على الشوربه بتاعه اللحمه، لان احنا ادينا اللحمه صدمه ونزلنا عليها بميه سخنه. ده يخليها ما تعملش ريم معاكي خالص، ولا يبقى فيها اي حاجه زفاره ولا اي حاجه. هنا بقى كده معلقه سمنه عليها بصلايه كده صغيره متقطعه صغير. اول ما بدات ان هي تدبل كده وتاخد لون ذهبي بسيط كده، هننزل عليها بالبسله والجزر، كنت مفرزاهم في الفريزر بس. وهنفضل بقى نشوح كده في البسله والجزر، وهنحط عليها نص معلقه صغيره من السكر. بيخلي طعم البسله حلو جدا، يعني بيخلي طعمها في حته تانية كده. جربوا ما تقلقوش، مش تبقى مسكره ولا حاجه. نص معلقه كده بس صغيره، وهنبدا نشوح فيها لحد ما تلاقي كده اتشوحت كويس جدا، والبسله كده تحسيها انتفخت كده او بدات تفرقع، بتعمل حاجات غريبه كده يعني. المهم ان انت تقلبي فيها حبه كده دقيقتين 3 كده على البوتاجاز، وبعد كده تبداي تحطي لها الشوربه. طبعا بقى هنا اللحمه يعني كانت خلاص بقى، بصوا طلعت كل الدسامه اللي فيها على وش الشوربه. ببدأ ان انا اخد بقى من الدسامة دي كده بتاعة اللحمة علشان تخليلي البسلة طعمها حلو.
فباخد شويه من الشوربه عادي، واخد شويه من اللي فيهم دسامه، الدسامه بتاعه الشوربه من على الوش. وكمان لو هتعملي ملوخيه يا سلام بقى، تاخدي من الدسامه دي كده حبه، برضو بتخلي طعم الملوخيه حلوه جدا، وفي حته تانية طعمه، في حته تانية غير لما بتاخدي الشوربه بس من غير الدهون بتاعه اللحمه او بتاعه الفراخ اللي انت بتسلقيها. فتعودي كده ان انت لما تيجي تعملي اي طبيخ وبتسلقي حاجه كده لحوم او فراخ، تاخدي من دسامه الشوربه وتسقي بيها الخضار بتاعك كده، بيخلي الخضار طعمه حلو جدا. بس هنا بقى بدأت ان انا اضيف بعد ما دخلت في 3/4 السوا كده، بدأت بقى ان انا اضيف لها الملح. انا طبعا هنا موطيه النار عليها، وبدأت بقى ان انا اضيف طبعا الملح عشان تبدأ بقى ان هي اللحمه تتملح كده ويبقى طعمها حلو. وطبعا زي ما شفتوا البسله انا حطيت لها الصلصه مضروبه في الخلاط وغطيت عليها وسبتها تبدأ ان هي تستوي. وهنا كده قلت بقى اخد حته الدهنه دي كده اللي كانت مع اللحمه واحطها في البسله تستوي تكمل سواها بقى معاها، لان بتدوب كده في البسله وبتخلي البسله طعمها حلو قوي. حطيت بقى هنا معلقه سمنه وشعريه، وحمرنا الشعريه وغسلنا الرز وحطينا الرز وشوحناه كويس جدا جدا، كويس كده 2-3 علشان يبقى مفلفل وحلو. وبعد كده هنزل عليه هنا كده بالشوربه، واشوف بقى ادوق كده واحط ازود ملح للرز بتاعنا. وبعد كده خلاص بقى هنسيبه لحد ما يتشرب، وبعد كده هنوطي عليه يعني تسويه الرز العاديه. هنا بقى خلاص كانت البسله استوت زي ما انتم شايفين، والشوربه بتاعتها قلت كده خالص اهي، والدسامه بتاعتها طلعت على الوش. تعرفي ان هي كده خلاص استوت، اتسبكت معانا الصلصه. وفي نفس الوقت كده تختبري تطلعي بمعلقه كده وتدوسي على البسله، هتلاقيها اتكسرت كده معاكي او دابت كده معاكي بكل سهوله، مش ناشفه، تعرفي ان البسله بتاعتك استوت. طلعت بقى هنا كده اللحمه من الشوربه، وبدات ان انا احطها في البسله بعد ما استوت. ليه؟ علشان تاخد غلوه كده مع البسله، تاخد وتدي كده مع طعم البسله والصلصه والحاجات الحلوه دي. هنسيبها كده تاخد غلوه بس معاها، هقلبها وهغطيها، وكل ده كده طبعا على نار هاديه برضو. تمام. وهسيبها بعد كده بقى هاخدها احطها في الطاجن، او ممكن تقدميها كده عادي. بس هي فكرة الطاجن احنا بنخليها تاخد كده وش ذهبي كده من فوق، وفي نفس الوقت بيديلها طعم حلو. يعني اكلات الطواجن دي بتديها طعم حلو قوي. ممكن كمان تبقي بامية باللحمة، يا سلام بقى، تبقى تحفة. انا غسلت هنا كده الطواجن مغسولة كويس جدا، وبعد كده هنا بدأت ان انا احط قطع اللحمة والبسلة اهو زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعه، انا بحب اعمل عشان ما حدش يقول لي ايه ده كميه البسله القليله دي والصغيره دي مثلا. يعني مثلا ممكن الاقي حد بيقول لي كده، انا بحب اعمل اكل على القد. احنا فردين بس وعادل صغير يعني، فاكلته برضو اكل الطفل. فانا بحب اعمل الاكل على القد علشان ما بنحبش يفيض اكل التاني يوم بيت. انا جوزي مش بيحب الاكل البيت، بس انا ممكن اكل اكل بايت ما عنديش مشكله. بس انا بحب بقى ايه عشان ما تعبش نفسي وكده، فخلاص هعمل الاكل اليوم بيومه على القد بالظبط وما يفوتش حاجه وكده. فانا عامله على قدنا. قلت بقى بدل ما احطه في طاجن واحد كده وابقى مزنقه كده الدنيا، والطاجن يبقى مليان ويبقبق كده ولا حاجه في الفرن ويدلدق، فقلت بقى اقسمه كده على طاجنين. ودخلته بقى الفرن ياخد لون ذهبي من فوق زي ما انتوا شايفين. اللحمه كده خدت لون ذهبي حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا الرز بشعريه استوى ومفلفل وحلو وجميل.